كنت عايز اقول لهم احنا غايبين عشان كنا آه، بنحلق. فيلم برشامة بيحكي حدوتة في إحدى الأرياف المصرية عن مجموعة من الأشخاص بيتجمعوا سوا في لجنة منازل لامتحان ثانوية عامة. يغلب عليهم الطابع الكوميدي، وكل واحد من أبطالنا عنده الصفة المميزة ليه. الأشخاص دول كلهم ما عدا شخص واحد بيحاولوا يغشوا الامتحان، وبيقابلوا مجموعة من المعوقات والصعوبات والأحداث الكوميدية والمفاجآت. فيلم من إخراج خالد دياب، من تأليف خالد دياب وشيرين دياب وأحمد الزغبي، وبطولة هشام ماجد، مصطفى غريب، باسم سمرة، كمال ابو ريا، رام عبد الغفور، وحاتم صلاح. كل سنه وانتم طيبين يا شباب، عيد سعيد عليكم ويا رب تكونوا قضيتوا رمضان حلو. احنا اسفين ما عملناش اي حاجه في رمضان، هنعمل فيديو بقالنا مده طويله ما عملناش فيديو اساسي عن مسلسلات رمضان وليه احنا شايفينه اسوأ موسم رمضاني من سنين. دخلني في الفيلم ليه الناس منتظراه لحد ما، لان الفيلم اللي قائمين عليه هم القائمين على مسلسل اشغال شقه، فاحنا بنتكلم عن نفس المخرج، بنتكلم عن نفس فريق الكتابه، بنتكلم عن البطلين الاساسيين مصطفى غريب وهشام ماجد، او هشام طبعا ماجد ومصطفى غريب، وبدلنا اسماء جلال بانجح ممثله في رمضان السنه دي الا وهي ريهام عبد الغفور. تركيبه الى حد ما جيده، وبنتكلم حتى ما بتبص على التريلر هو دقيقه البريمس لطيف، حاجه مش شفناش قبل كده. احنا في قريه جدا. وامتحان داخلي منازل لناس كبيره في السن، شيء جديد وفريش علينا ما شفناهوش. السؤال بقى، هل الفيلم كويس؟ اه، كويس جدا. كويس جدا. كويس جدا جدا. الفيلم يعني في الفترة الأخيرة كده ظهرت زي ما بيقولوا ايه ظاهرة ان احنا بدأنا نخش في الحكاية بتاعت الأرياف والفلاحين وكده، زي استاذ السادة افاضل. الأفاضل، زي ظلم المصطبة، سواء دراما أو سينما. فيلم برشامة يمكن هو كوميدي صارخ أكتر من السادة الأفاضل. السادة الأفاضل كان بيميزوا شوية الكتابة العبثية، التوليفة الغريبة والحدوتة الأغرب، وفي حتة إسقاطات وكده. لكن برشامة هو فيلم كوميدي معمول للضحك والكوميديا فقط، مش مكلف ولا محمل نفسه اي حاجه، وبيضحك اكتر بالنسبه لي، على الاقل بيضحك اكتر بكتير من الساده الافاضل. لو هتكلم عن الحدوته، اتكلم عن السيناريو اللي هو يشمل الحدوته والقصه وتصميم الشخصيات والحوار والافيهات وكده. رائع رائع يعني. خالد دياب وشيرين دياب ختم جوده. احنا عندنا شخصياتنا مرسومه مبنيه بشكل صح جدا. يمكن احنا ما بنهتمش قوي ببنى الشخصيات في الاطار الكوميدي، وبنعتمد على النكته وان الممثل جاي يعمل الحاجة بتاعته. لكن هنا احنا عندنا شخصيات مكتوبة مكتوبة، وعندها صفاتها وعندها دوافعها وبتعمل كده ليه. فالكتابة رائعة. الكتابة كمان على مستوى تعقيد، برضه مش تعقيد قوي يعني، ما هوش يعني فيلم اكشن، بس على مستوى ان الحدوتة بتتطور، وان في كل شوية صعوبات بتواجه ابطالنا. انا عند لحظة معينة انا كنت عايز ابطالنا ينجحوا في عملية الغش بتاعتهم، رغم ان ده طبعا شيء غير اخلاقي تماما، ولكن هو في الاول وفي الاخر ده سحر وتلاعب السينما يعني. غير طبعا القاء النكت وكتابة النكت المناسبة لكل شخصية بتقول كذا وكذا وكذا. وإن كان طبعا كان في أكيد ارتجال كتير وحاجات طلعت على الهوا كتير، ولكن يظل الكتابة على مستوى فيلم كوميدي في اعتناء بالتفاصيل وفي اعتناء ببنى الشخصيات. حاجة مفتقدينها شوية في الفترة الأخيرة في الأفلام الكوميدي بالذات يعني. لو كده نخش على التمثيل، مين في رايك كان افضل اداء في الفيلم؟ 100% عارفة عبد الرسول. عارف عبد الرسول مفاجاه. 100% هي أفضل شخصية مكتوبة في الفيلم يعني. بص، أنا مم. بقول لك الكتابة في الفيلم كله على مستوى الشخصيات جيد. كويسة جدا، لكن شخصية عارفة عبد الرسول اللي كتبها كان متمزج. هو مم. ادالها حتة كده، لا 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 لا، تحفة. وغير الكتابة يعني، الكتابة دي تخلي أي حد ينجح في الدور ده، ما بالك بقى مم. هي كمان عاملة الدور مم. بشكل مش طبيعي. هي بكل تأكيد ألمع شخصية في الفيلم. هشام ماجد كالعادة هو الانعكاس يعني. شخصياتنا بتعمل حاجات متخلفة وحاجات تخلي الواحد يخرج عن شعوره. اللي مم. بيخرج عن شعوره ده هو هشام ماجد. يمكن مصطفى غريب شخصيته متصممة اللي هو قبله، حتى في طريقة كلامه بيطلعش يعني، الكلام ما بيطلعش واضح. والمفروض ان ده هيبقى العمدة، فحاجة يعني مم. في منتهى الوضاعة اللي في الدنيا. حاتم صلاح هو واخد الشخصية اللي الغضب فيها بتاعها شراسه. بينفجر تماما بالظبط. بيتعامل بمنتهى هو عمال يلطش لمصطفى غريب طول الفيلم مم. اصلا. وريهام عبد الغفور طبعا هي الشخصية الغريبة عن الشكل القرية وشكل الأرياف. طبعا واضح مم. ده برضو في التريلر من غير أي حرق خالص. فده برضو بيصدر نوع كوميديا معين بينها وبين هشام ماجد يعني. دايما كانت ثنائيتها مع المردات أكتر بينها وبين مم. هشام ماجد يعني. وكمان ما ننساش كمال أبو ريا. كمال أبو ريا أول ما هيفتح بقه في الفيلم هتضحك لسبب مم. معين في تصميم مم. شخصيته مم. كده، هتضحك على طول يعني. مم. رائع مم. رائع. كمال أبو ريا استفاق في الفترة الأخيرة دي، مم. صحى من ثباته كده زي وبيعمل ما حاجات بيقولوا كلها يعني. كوميدي، وده شيء غريب قوي. كمان ابو رايه الناس اللي كانت موجوده في اول الالفيه يعني ايام الاذاعه والتلفزيون، اه، كان بيبقى في عركه افوره، مين هيبقى اوفر اكتر، هو ولا احمد عبد العزيز؟
لا يا سيد، لو كنت ابن عثمان المغازي صحيح وجواه مصحصح فان هو يتحول بالظبط. تماما للكوميديا، ان كان بمسلسل محمد سلام الجديد او المسلسل السيء بتاع فخر الدلتا، لكن مم. اوفرول براجع وحاجه فريش للعين يعني. ده كان حتى في اعلان في والغريب رمضان، اعلان عاصمه الاداريه الجديده، مش غريب. الغريبة اللي هو لما بيعمل كوميديا مش بيعملها بالأوفر، لطيف. لا بيعملها على بيمثل الهادي. لطيف جدا، بيعملها على لطيف الهادي. جدا يعني وكان كوميدي كمان في نعمة الأفوكاتو، لأن هو مم. كان مسلسل كله على بعضه كده كوميدي. نسيت ليه؟ شفت ليه شفت برضه مراجعة عندنا هنا في القناة، يعني حاجة مرمي. في قمة اه. اخر حاجه نتكلم عليها الاخراج، اخراج خالد دياب. إخراج لخالد دياب. يعني اللي شاف أشغال شقة وهيشوف الفيلم ده هيفهم من غير ما يقرأ الأسامي إن ده نفس المخرج. المخرج. تحسه اللي هو سايب الدنيا للممثلين، بس في نفس الوقت هو متحكم في كل حاجة. هو ده الحلو في طريقة خالد دياب، ان هو بيسمع جدا للممثلين، وبتحس ان ده الإفيه ده لا ده مصطفى غريب اقترحه، لا الإفيه ده هشام ماجد اقترحه، ده حاتم صلاح اقترحه. ومع ذلك برضو ان الدنيا مش مبهوأة. احنا بقى مش مم. جايين، ما مش سكتش هنرمي اكبر عدد من الإفيهات وخلاص. على الرغم ان في كتير قلاشات وفي كتير إفيهات وفي طبعا حاجات بتصيب وحاجات بتخيب، بس نسبة الإصابة أكبر بكتير. يعني نسبة الإصابة طاغية لدرجة ان الحاجات اللي بتخيش ما بتزعلكش ومش بتضايقك خالص. يعني حتى على المستوى اللي كنت عايز اقوله، حتى على المستوى العائلي هو فيلم آمن جدا فيلم عيد، فيلم عيد وواضح صغير جدا في تمام. اخراج. بس مثلا شخصية ريهام عبد الغفور اللي شافوا التريلر، في ناس تانية ممكن تطلعها بشكل معين. خالد دياب هي ملحوظة اللي هو محافظ ان ده فيلم عيلة، مم. في قطعاته كمان يعني باينه في قطعاته. المزيكا يعني ما علمتش قوي، حاسس المزيكا اضعف عنصر في الفيلم، مع ان كان ممكن المزيكا تبقى افضل من كده. يعني خصوصا اللي احنا بنتكلم في بيئه زي الارياف وكده واحنا في طابع كوميدي. يعني حاسس ان كان ممكن يبقى في ترنيمه كده، مثلا زي مثلا ترنيمه اشغال شقه، ترنيمه مم. تقعد في دماغك يعني لما تسمعها ودنك تمسكها مم. شويه. لكن في الفيلم ده كان ممكن شويه، ممكن يبقى فيه ترنيمه احلى من كده. يعني لو هتكلم على رتم الفيلم مسلي جدا جدا، ما حسيتش باي دقيقه ملل، ما حسيتش ان في حاجه حتى احنا محتاجين نقطعها. هو الفيلم زمنه مش طويل قوي، ساعتين الا ربع، ساعتين الا تلت، حاجه كده. يعني ان احنا كل شويه عندنا فكره، عندنا حدث، عندنا غباء من مصطفى غريب بينعكس على باقي الشخصيات. وقت صح. مسلي جدا، لطيف جدا. فهو اوفرول لا، تجربه لطيفه امنه للمشاهده العائليه. رتمه سريع ولذيذ، بيعدي بسرعه، مش طويل، مفيش اغنيه، ما فيهوش امكانيه لجزء تاني. الفيلم اتقفل بنقطه مم. مش بفاصله. يعني سبحان الله، لا النهايه يعني حاجه ما شفتهاش بقالي مده يعني. فلا تجربه لطيفه جدا يعني. طيب بما انك قلت ملخص، تقييمك لفيلم برشامة ايه هو؟ تقييمي الفيلم برشامة هو 7.5 من 10. الفيلم دلوقتي موجود في كل السينمات، مم. وهو واضح اللي هو هيبقى هيقش. التوب يعني في الإيرادات في السيزون ده. واضح يعني. ده كان رأينا عن فيلم برشامة. قولوا لنا رأيكم، واتمنى ما تنسوناش من الشير واللايك والسبسكرايب لو الكونتنت عجبكم. بقالنا فترة غايبين بس راجعين تاني، والفيلم اللي راجعين له ان شاء الله كمان يومين هو فيلم ايجي بيست. يجي بس. ان شاء إن الله شاء اشوفكم الله. على خير، عشان احنا عندنا ايجي بيست، عندنا حلقة عن ليه مسلسلات رمضان ما كانتش جيدة، وعندنا حلقة احنا هنعملها لينا احنا هي عن فيلم بروجكت هيل ماري. اعتذار لاننا ما كناش موجودين، ونشوفكم ان شاء الله الحلقة الجاية، وكل سنة وانتم طيبين. باي باي.